النهارده عملت معاكم يا حبايبي سمك فيليه في الصينيه كده بالدقه الجميله دي بطريقه بسيطه وسهله مع رز صياديه. يا رب يعجبكم. خشوا الفيديو وشوفوا احنا عملنا ازاي احلى سمك فيليه في القلايه الهوائيه. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم يا حبايبي النهارده سمك بياض فيليه، بس هعمله في القلايه الهوائيه وهعمله بدقه. الدقه دي عباره عن ثوم مع بصلايه مبشوره مع توابل مع هريسه كمون وملح وفلفل، كل البهارات اللي بتحبيها حطيها، وحاطط معاهم شويه زيت. هنزل بقى قطع الفيليه الواحدة كبيرة، عاملاها نصين علشان الفيليه دوت مجمد، فلو قطعت اكتر من كده بيتهري، فانا هعمله على 2 كده بس. هظبطهم بس في الصينية كده، ومعاهم قطعة صغيرة، ده بيبقى جاي كيس كده تقريبا كيلو. هبدأ بقى اخد الدقة واسقي الوش كده وهحطها في القلاية الهوائية، وعاملة معاها رز صيادية هوريهولكوا دلوقتي. طبعا كنا عارفين الرز الصيادية بيتعمل ازاي. بنعمل مثلا على نص كيلو رز بصلاية وسط، بنشوحها في الزيت لحد ما تبقى لونها بني، ونحط لها شويه فلفل اسود وشويه بهارات فيهم قرفه كده بيدوا طعم وريحه حلوه. ولما تتحمر بننزل عليها بشويه ميه، وبعد كده ننزل الرز عليها ونسيبه لحد ما يستوي ونطفي عليها. هوريكم الرز اهو يا حبايبي، ده الرز والحب اللي هو رز الصياديه، بس انا مش مكتره البصل ومش مغمقاها قوي، اللي يحب يغمقها يغمقها. وخلاص كده على السوا. كده السمك هحطه في القلاية الهوائية ولما يطلع اوريهولكم. وكده يا حبايبي السمك الفيليه عملناه في القلاية الهوائية بطريقة بسيطة وسهلة، وعملنا الرز. وكده بقى خلصنا اكلتنا النهاردة، سمك فيليه بياض في الصينية كده بالدقة الجميلة دي مع رز صيادية.